لطيف. شو قصتك انت؟ وحياة الله ما انا هن هيك الرجال بيعاملوا المرأة. مين؟ رجال انتوا رجال لا نحن لا نحن منا هيك هون مين ابدا. نحن اللبنانية؟ ايه ما انا. طلع بيحكي عربي شادي. ايه بيحكي. انت ما بتنضربي بوردة؟ ايه عن جد ميرسي. يقطع عمره. خلينا نشوف التريلر ونرجع بنحكي. اهي الست روح جارتنا دي بتفكرني بالست صباح في شبابها. حتة مرة يتشد لها فرامل الليل. كل حاجة هم استغنوا عني، هم استغنوا عني، هم استغنوا عني، هم استغنوا عني. يا لطيف، على فكرة في كثير ناس يعني بس شافوا حضروا التريلر قالوا انه هيدا الفيلم تقليد لفيلم مالينا الطلياني، بس هو على فكرة ما خصه بمالينا، الموضوع مختلف تماما. ما هيك؟ ابدا، الموضوع مختلف لانه هون روح بالتريلر مبين انه هي كثير اوزيه وهيك، بس لا هي يعني هذا السر الوحيد اللي بقدر افشي عنه اليوم قبل ما الناس تحضر بافريل. ايه هي مش هي هيدا المنظر الكتير سكسي اللي موجودة فيه بالتريلر. هيك الناس بتخيلوها بالحي، بس يعني كل ما واحد تسطح هيك بتخيلها. بس هي بالحقيقة مش هيك، سو هيدا مسبب لها مشاكل وبس، فما خصوا بملانة. بس ما هيك عم بتسطح عم بتسطح. شو شفت بهالمنام؟ ما فيني خبرك. I can tell. اكيد يو كان تيل. شو طيب في مجال تريحيني وتقولي لي اغتصبوكي بالفيلم ولا لا؟ بعت لك حال على هالسؤال. لا لانه في ناس قالوا انه في هذا المشهد كان موجود وفي الرقابه شالته. لا مش بدي اعرف مزبوط. طلع كتير حكي على الفيلم لمجرد انه انا هيفا وهبه موجوده فيه، سو طلع كتير حكي وقالوا قيل مثل ما في ناس بعتوا لك كتير تويتس وانت مسحت محيتهم. ايه محيتهم. ايه انت عامل فيهم مقلب، معقول جايبني على الحلقه؟ اكيد للنسوان اللي عم بسبوك. لا على فكره كثير بغاروا منك. طب هم عم اقول لك عامل فيهم مقلب، معقول جايبني على الحلقه؟ لا معقول هالضرب اللي عملوا فيهم؟ مش ضرب هذا، هي الحقيقه يا حياتي ما احلاك. نرجع للرقابه اللي هو الاهم. رقابه عملت دورها الطبيعي اللي بتمارسه على كل الافلام. بس ما شالوا هذا المشهد. هذا المشهد هو احلى مشهد بالفيلم. بيغتصبوكي هو بالفيلم يا عمي، هي الشخصيه بفوت حدا بيغتصبها. مش لإلك، لروح يعني. ايه تغتصب روح؟ لا بدون يعني هول تغتصب روح خلص روح. يعني ما بعرف هلا يعني انه اول شيء سامح عبد العزيز مخرج كثير محترم، منه فج، يعني هي القضيه فجه والقضيه مباشره، وقضيه تعامل مجتمع ضيق مع مرة حلوه محميه من شخص لما توفى صارت هي مكشوفه لهول الاشخاص اللي طمعانين فيها. عالج لانه هو عنده طريقه سلسه بالتعامل مع هاي القضايا الحساسه. سامح عالج هيدا الموضوع بالتحديد اللي هو كتير حساس، اللي هو هيدا المشهد بالتحديد يلي اكثر مشهد انحكى عنه بالفيلم، واللي هو اقل مشهد يعني رح يستحوا كثير بكره لما يحضروا الفيلم. بيستحوا من حالهم، يعني من حالهم. انه اللي قالوه غير اللي هو الحقيقه. قديش اخذ وقت تصوير هذا المشهد؟ مثل اي مشهد ممكن امرار يخلص مره او اثنين، ممكن ينعاد. مشهد صعب. بعرف مشهد كثير صعب. لا مشهد كثير صعب. كلمه اغتصاب دائما بتاخذ الشخص لمحل ما هو بحب يفكر، بس بالواقع هي قضيه. وقضيه مهمه، شغله مأذيه. والطريقه يلي هي فيها خجل بالتعامل معها هو اللي بخلي هاي القضيه ما بتوصل للناس، ونحن مباشرين كثير بالتعامل. طب هلا انت ما لاحظتي انه مثلا بالفيلمين يعني بدكان شحاته وبحلاوه روح في مشاهد فيها عنف وهيك؟
طب هلا انت شو قصتك يعني؟ هلا انت هلا يعني ما تقولي لي بكره هلا بكلام على ورق بدنا نلمك من الطوارئ يعني.